اسمعني كويس. الفيديو ده كنت عامل فيديو انا بنتقد محمد صلاح في ماتش المنتخب في النشيد الوطني، ان هو ما بيقولش النشيد، واقف عامل كده وزمايله كلهم بلادي بلادي وشغالين، واحنا اصلا مركزين معاه والعين عليه. وقبلها فيديو عشان ما نطقش في القضيه الفلسطينيه اللي كلنا اتكلمنا وقلنا وعملنا. يجي بقى واحد في الكومنتات يقول لك ايه؟ في ناس بتتكلم عادي، لا المفروض يقول ما يقولش ونتناقش. في واحد بقى دايما يخش يقول لك ايه؟ انت مين عشان تتكلم عن محمد صلاح؟ صح، انا لازم قبل ما اتكلم عن صلاح افكر كده انا مين، وضعي الاجتماعي ايه، يسمح لي اتكلم عن صلاح ولا لا، وضعي المادي ايه، معايا فلوس في جيبي تخليني اتكلم عن محمد صلاح. لان ده اللي اتكلم عنه امير انجلترا، ملك روما، البريوسيس، معرفش مين ده، عدد فلوس رهيب يعني. دول بس اللي يتكلموا عن صلاح، انما انت كمواطن عادي وهو شخصيه عامه ما ينفعش. انت مين عشان تتكلم عن محمد صلاح؟ طب اللي كاتب الكومنت ده انت مين اصلا عشان تكلمني، عشان تقول لي انت مين عشان تتكلم عن محمد صلاح؟ انت بقى مين؟ على كده بقى ما ينفعش مثلا ايه، النجار بقى يتكلم عن محمد صلاح لانه شاب غلبان، النقاش ما ينفعش يتكلم عن محمد صلاح، الموظف اللي زي ما ينفعش، كل الناس دي ما ينفعش تتكلم عن محمد صلاح لان هم مين وهو مين. فنسكت بقى كلنا وما ننطقش. نيجي بعد كده نتكلم عن اي حد نشوفه هو ينفع اتكلم عنه اصلا؟ لا ما ينفعش. انا حقير، حقير قد كده. اللي بيقول الكومنت ده هو اللي شايف نفسه قد كده. انت اللي مين؟ والله انت ما شايف نفسك، انت مش موجود اصلا، فحاسس انك قليل قوي، فبتقلل من الناس اللي بتتكلم عن اي حد تاني. فانت اللي مين عشان تتكلم مع تمشيها طبقيه؟ انت مين عشان تتكلم معايا اصلا؟